بسم الله. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في شهوات داري. غادي نحضر معكم الحلوه ديال الصابلي. عندي هنا معلقه ديال الكليكوز، الزبده، 2 كيسان ديال السكر سنيده، 2 كيسان ديال الزيت. هاد الزلافه كتهز 2 كيسان، 2 كيسان، 2 كيسان الزيت هي زلافه، و2 كيسان السنيده هي زلافه. عندي 3 البيضات. البيض على حسب، اللي بغى يدير 3، اللي بغى يدير 4 حتى 2. داكشي كله شنو بغى يدير. عندي قبيصه د الملحه، وعندي كيس الفاني، وغادي ندير النكهه ديال الحامض على بركه الله. ندير السكر، اللي بغى يدير سكر كلاصي حتى هو راه مزيان. الزبده تكون بحراره المطبخ. ندير الملحه. الملحه كتزين المذاق. وكيس الفاني. هنا غنديرو الزيت، وغندير البيضات خضرا، باش هذاك البيض كيزيد يعاون السنيده كتذوب. صافي بعد ما خدمت هاد المقادير كامله، صافي درت سنيده، سكر سنيده دار. هنا غادي ندير معلقه ديال الكليكوز، ها هي. وغندير راس معلقه ها هي، راس معلقه ديال الحامض. النكهه ديال الحامض. والخميره ما غنديرش الخماره. هي كي جايه بحال الكريم، كتخدم مزيان. صافي دابا غادي نضيف الدقيق. عندي كيلو ديال الدقيق، وغنزيد شي حاجه. هاد الخليط اللي كندير كيلو وربعه صغيره، كندير 150 100 غرام، كنزيد في التالي. بسم الله. انا غندير الدقيق في خطره واحده، ما نديرش ونعاود، باش ما كتبقاش شي مقيوس الدقيق وشي ما مقيوش. صافي هنا ساليت الدقيق ديالي،
وما مني غنخلط راني غنزيد شويه، راه باين الخليط اللي كندخل ديال الدقيق. عندي هنايا 2 كيسان، غندير نص 8 كاس. بعد ما جمعت هاد العجينه مزيان، راني ما علكتهاش، غير جمعتها. يعني ها هي الا بغينا نعرفوها كيفاش جايه. ها هي، انا ما بغيتش نعلكها حتى تولي بحال هكا. هذا هو العجينه هكا، ها هي جايه. اما هكا غير جمعتها باش ما نخرج الزيت ديالها. الا علكتوها مزيان راه كيخرج الزيت ديالها، وكتجي العجينه كتجي ما مزياناش، كتجي مقطعه. هنا غادي نديرها في البلاستيكه وغندخلها نص ساعه للثلاجه، غير للثلاجه 30 دقيقه. صافي العجينه انا طلقتها، ها هو السمك ديالها كيفاش دايره. ها هي، وعندي هاد 2 ديال المراشل. عندي هذا وعندي هذا كبير وهذا صغير. صافي هي كيفاش كتجي. صافي غنعمر لاطه ديالي وغندخلها للفران على 130، خصني طيب في خاطرها ما تحرقش، ومن بعد نتلاقاو. هاد الطابع الصغير ها هو فينا، هو راني درتو هاد المرشم الصغيور. والعجينه ملي نبقاو نضربوها بالدلاك الباقيه نردوها للثلاجه. وهاد اللي كيبقى هكا ما نجمعوهاش، نديرولها غير بشويه ونرجعوها باش ما كيخرجش الزيت ديالها وكطيح العجينه كتبقى في الفرن. صافي ساليت الحلوه ديالي بالطياب. ها هي فينا، هي الطياب ديالها كيفاش جايه. ها هي. دابا غادي نوجد النوغا. هنا غنوجد النوغا اللي غندير مع صابلي. عندي هنا السكر سنيده 155 غرام، الكليكوز عندي هنا عاد هو 155 غرام، وعندي 40 غرام ديال الزبده، 2 معالق. غندير قبيصه ديال الملحه، ها هي، وغندير 2 معالق ديال الماء. غادي نكب السكر، الكليكوز راني وزنته هنا في هاد الطاسه ديالو. حتى هو 2 معالق، هما كيكونوا عامرين. هادو 40 غرام، 2 معالق ديال الزبده ما مقبيش. صافي دابا غادي نذوب الكليكوز هو والسكر سنيده والزبده، نقصوا البوطه، ما نخليوش النار تكون عاليه بزاف، ما تكونش مجهده. صافي نقابلوها بالتحرك باش داك السكر يذوب مقادر.
صافي غنخليوها هكا في هاد الغلاين هكا حتى يزيدوا ديك البقعات يكونوا كبارين. صافي دابا غادي نطفيو عليه النار. صافي هنا فاش حطيت هاد المقادير هذه الكليكوز والسكر وديك الزبده، عندي هنا 155 غرام ديال اللوز افيلي، ها هو. اللي بغى يدير كاوكاو، اللي بغى يدير اللوز، اللي بغى كركاع، اي واحد بغى يدير شي حاجه. انا غندير هاد اللوز افيلي، ها هو. راني محمراه، اسمحوا لي راني ما ذكرتوش عليكم، حمرته باش كيجي مقرمش، ما كيجيش في ديك المذاق ديال الخضوريه. صافي دابا غادي نخليه حتى يبرد. المهم ماشي يبرد بزاف، في شويه باش يشد راسو. عندي هاد السيليكون هذا، ها هو. هذا كيدخل الفران اولا ديروه في الثلاجه. المهم هذا المهم صحي، كنديروه في الفران ما كيوقع حتى شي حاجه. راه دايره فيه معاوده، هو باش تعرفوا كتكون هنايا عنده الحراره شحال يدار في الفران، تكون الحراره ها هي. طيب غادي نعمر النوغا ديالي. غندير القياس، المهم نص معلقه صغيره. غادي ننزلوها عشوائيا. ملي كدار في الفران راه كتهبط كتقادد، كتبقاش هكا. هنا راه مازال سخونه، مازال ما شرباتش. ملي كتبرد ما كتبقاش هكا. عاود ملي كدار في الفران راه كتسخن، عاود كتطلق، كتشد بلايصه. صافي غنستمر، غادي نعمر السيليكون ديالي ونتلاقاو. النوغا ديالي جبت دخلتها للفران، ها هي. بقاو تشعلوا الفران من الفوق ومن التحت، ويكون ناقصه شويه العافيه. ها هي كيفاش جايه.
صافي غنكمل النوغا ديالي بحال هكا. ها هي صافي على ما نسالي، وغادي نتلاقاو باش ندير صابلي ديالي نلاقيه مع النوغا. هنا دابا غادي نزين صابلي، غنلصق معاه النوغا، غنديرو بالشكلاط. الشكلاط درتو في حمام مريم، ها هو غنديرو بهاد الطريقه هذه باش النوغا تشدنا في صابلي ما تبقاش تحيد. اللي بغى يدير بالناباج ولا يدير بالشكلاط بيض ولا هاد الطريقه هذه. الشكلاط الكحل واخا الكحل ما كيبانش ملي كنحطو عليه النوغا ديالنا، ما كيبانش. ها هو كتجي بحال هكا. داك الشكل الاخر ساليتو ديال صابلي بالنوغا، وغندير هاد الشكل هاد الصغير هذا اللي كنت قطعته معاه النيت هكا صغير، غنديرو في هاد السيليكون، غندير هاد الصابلي غنديروه هنا. الصابلي ديالي بعد ما جبدته من الفران، ها هو اللي بالنوغا، ها هو الصابلي اللي درت في الاول وخويت عليه النوغا. ها هو واش كيفاش داير. صافي بعد ما ساليت الحلوه ديالي دابا انا كنستفها معاكم. درت هاد الشكل هذا، ها هو حتى هو. المهم نزينو البلاطو ديالنا. النوغا راه بحال هاد الشكل هذا درت. المهم زدت عليه شويه ديال اللوز والزبيب. هادشي اللي اختلاف كاين هنايا، وهي خلطه وحده. غير درت انا الكميه شويه كثيره. راكم عارفين العجينه كيلو ديال الصابلي راه كيحط تبارك الله بزاف. صافي غادي نستف النوغا ديالي هنا هكا. هي بعد ما زينت الحلوه ديالي استفتها، درت لهاد الوريضات. ها هي راه دغيا كتوجد، غير خصها اتساع الخاطر. هذا هاد الشكل عاود انا استفتو هكا. تبارك الله كتعطي كميه كثيره. هي جربوها. اللي دخل جديد للقناه ديالي ما ينساش يدير لايك، يدير اشتراك باش دائما يوصلوا الجديد ديالي. كنشكركم بزاف، الجداد واللي قدام كلشي كنشكرو.